كلاسيكو بهذه الصورة بعد أن تقدم الأهلي عن طريق اللاعب فرانك كيسيه في الدقيقة 57، ومع اتجاه المباراة ل3 نقاط للأهلي رفض لاعب النصر سلطان الغنام أن تمر المباراة بهذا الشكل ليكون إمضاؤه بهدف التعادل في الدقيقة 8 المضافة من مجريات هذه المواجهة، وبذلك يتعادل الفريقين بهدف لكل منهما وسط مباراة تعادل في الأداء والمستوى، أيضا بعض السلبية التي أيضا تشابه فيها في عطاء بعض اللاعبين. وهذه إحصائية مجريات هذه المواجهة كابتن خالد قهوجي. مباراة يعني كانت متشابهة، أحيانا تشعر بوضع الفريقين من ناحية العطاء والمجهود في مجريات هذا الشوط. لا، وإن كنت أشوف أنا الأهلي صراحة أفضل اليوم في المباراة من دراسته للمباراة، وضعه في الدقائق المباراة، لكن حتى التعادل يعتبر صراحة بطعم الهزيمة. كان المدرب موفق في اختيار الشكل، ما حقول تكتيك، ولكن هو يعني عمل صراحة تكتيك جيد جدا في انه يحافظ على منطقته ويحافظ على مرماه جيد، لكن ما جات زي ما يبغى. كانت تغييراته اعتقد حتى كمان مقنعة جيد، يعني ما كان يستاهل حقيقة التعادل. هذا هو كاسترو، وضح الضغط كابتن ماجد عبد الله على المدربين. والله بالعكس مدرب الاهلي كان هو الافضل، هو اللي كان يبحث عن الفوز. الكاسترو ما بحث عن الفوز، يعني ما بحث ولا شيء، يعني حظه انه جاب التعادل في اخر وقت. يعني النصر خطف التعادل ما كان في ايجابيه في النصر، ما كان في ايجابيه ابدا. لا تلسكا خارج الخدمه، فلاعب زي والمشكله المدرب مخليه لين اخر المباراه. ايش الخيارات اللي ممكن نعوضها فيه؟ المشكله لما اجي اشوف في الاحتياط ما في خيارات. الوحيد اللي ممكن لاعب الشوط الثاني، ف تاليسكا يعني لو انه في حاضر وفي فورمته نعم كان ممكن كثير انه في جتها كرات ما استغلها كويس. هل هو تعادل عادل ام نقاط ضاعت بالتحديد من الاهلي؟ اعتقد لو في فريق يستحق اكثر الفوز هو كان الاهلي بكل تاكيد. اعتقد يايس النهارده قدم مباراه تكتيكيه ممتازه، لكن اعتقد كمان ان هو اهدر الفوز بالتراجع بالمبالغه في الهجوم وترك الملعب مفتوحا في الدقائق الاخيره من المباراه امام النصر. يعني لما تشوف حتى جول النصر هتلاقي ان الاهلي كان في وضعيه هجوميه ولاعبيه بيلعبوا كوره كانت عرضيه للطرف الايسر وعادت للايمن ومن ثم فبالتالي دي مشكله كبيره. لكن باستثناء ذلك يعني يايس لا يحسب له 80 دقيقة عليه 10 دقائق. أعتقد أن هو في النهاية هو الطرف الكسبان معنويا من المباراة. بس هو ما تراجع يا كابتن، هو يعني لا ده ما تراجعش، ده بالعكس، ده هو كان الطبيعي أن هو يتراجع في الدقائق الأخيرة مع ضغط النصر، لكن هو حاول يضغط النصر، لكن ده لم يكن الخيار الموفق بحسب النتيجة. بينما في النهاية كاسترو أنا ما شفتش أي شيء. يعني كاسترو بناء اللعب، الاستحواذ، التحكم، الهجوم، كيف سيمضي الضربات الثابته بهذه السلبيه اللي انتم قاعد تتكلمون عنها في موسم رياضي صعب؟ هي دي المشكله. بس شفناه احنا شفناه يتفرج، ما يعني حتى ما سوى شيء، ما حرك شيء. يعني بمناسبه تاليسكا، انت متعاقد مع لاعبين تحت السن لمعالجه ازمه تقدم العمر عند كريستيانو وتاليسكا وساديو ماني. التقدم اللي في العمر اللي بيمنعك من الضغط، اللي بيمنعك من الدفاع الجيد، اللي بيمنعك من اشياء كتير. فاعتقد ان لازم الاداره تكون ذكيه في تجديد نشاط اللاعبين الاجانب علشان خاطر ما يحصلش المشهد اللي انت شايفه. يعني نرجع احنا ثاني مره لمشكله الخيبري جهد في الملعب، لكن لما تشوف الهدف اللي على النصر كوره عرضيه في منطقه الخطره، هذه منطقه القوس. نعم، ما هو موجود. هذه منطقه كيسيه تترك له هذا المكان كيف يسجل. نعم هو حط الكوره وشات على طول في الباب. يعني هل هي تكتيك مدرب تعامله حتى لو ما هو تكتيك مدرب هذا؟ شوف مثلا المساحه واسعه جدا. الخيبر يغير ما هو موجود ابدا. وحتى كان تغير، كان بروزوفيتش لا ما كان الخيبري هو اللي كان موجود. طبعا هذه اللقطه اللي جاءت في هذه المباراه، ولكن السؤال عن ايفان توني كيف شاهدت مشهده الاول؟ والله يمكن ننتظر منه مزيد يعني من العطاء، خصوصا انه يعني في منطقه يحتاجها الاهلي كثيرا، لكن كمباراه اولى ما نقدر نحكم عليه. كان عطاؤه جيد، اعتقد انه مو جاهز للمباراه، قدم اللي يعني يقدر يقدمها. كان نفس ان المدرب ما يبادر فيه في بدايه المباراه، لكن
في نهايه الامر يعني يحسب للمدرب الاهلي انه ماشي كويس كان في المباراه الى الثواني الاخيره. هل وضح اثار التوقف على الفريقين؟ يعني طبعا في بعض اللاعبين زي ايفان توني تحديدا هو بقاله فتره ما بيلعبش، فبالتالي ده اثر عليه بشكل كبير، فدي نقطة. لكن لا أعتقد أن فترة التوقف هي الملام عليها في الأداء اللي شاهدناه اليوم من النصر. يمكن هو أثر مثلا على أن أداء لاعبي الأهلي مش كلهم في التوب فورم، يعني مثل محرز مظبوط، أدى أداء دفاعي ولكن مش كلهم في التوب فورم، لكن عشان في نظام مكان بيض شاهدناه في بالزبط. تأثير مباراة عليه، لكن عشان في نظام، فأنت لاعبي الأهلي النظام حماهم وهم مش في أفضل حالاتهم فأظهرهم بشكل جيد، بينما النصر حصل العكس تماما، مفيش نظام، استغنوا عن انهم يمتعوا الجماهير في انهم يحافظوا على شغل تكتيكي. نعم. وهذا اللي صار. وشاهدنا تأثيره أيضا على فراس البريكان، تعرضوا لعملية الشج، يعني واضح أنه في تأثير لجو هذه المباراة من ناحية عملية التوقف، من ناحية عدم جاهزية كثير من العناصر اللي ما تم ربما استفادة منها. ربما هذا سبب في أنه ما نشوف أنه مباراة زي النصر والأهلي بالجمال المتعود نشوفه دائما في مبارياتهم. طبعا هذه فرص النصر كابتن ماجد عبد الله. النصر ايضا امامه مشوار من المواجهات، تكلم عن البطوله الاسيويه القادمه امام الشرطه، ومن ثم العوده ايضا لمواجهه مع فريق الاتفاق. حل تسجيل الاهداف، يمكن شاهدنا في الشوط الثاني وصول للمرمى، تهديد من النصر للمرمى. شوف انا الاهداف مهمه جدا، لكن انا اللي يهمني اكثر شيء تنظيم النصر داخل الملعب. تفوز اوكي هذا حقك، لكن اهم شيء عندي انا التنظيم داخل الملعب. انا ما ابغى افوز مثلا. تحس انه مفقود التنظيم؟ التنظيم مفقود، انا ما اشوف فيه تنظيم، ما اشوف فيه تنظيم ابدا. فيه انا قاعد اشوف الشوط الاول تكتيك انه يحاول الفريق انه يلعب الكره الخلف، تنقلها لابورت مع سيماكانو، ثم نقل كره طويله خلف المدافعين. هذا تكتيك، هذا تكتيك قاعد يلعبون فيه. لا هم الان وش يسوون؟ الفريق يلعب على حسب خبره اللعيبه اللي جوا الملعب بس، لكن اضافه من المدرب ما نشوف فيه اضافات. يعني هذه ما هي باول مباراه، بغض النظر عن النتيجه، في كذا مباراه ما اشوف فيه اي تغيير الا اذا كان اللاعبين داخل الملعب في حاله طيبه فوزوا الفريق. كانوا في حاله، يعني انت اللعيبه اللي تراهن عليهم تاليسكا كريستيانو في مباريات مثل هذه هم اللي يفوزوا الفريق. طيب كابتن، يعني في تحامل كبير بصراحه على المدرب، ضغط كبير على المدرب، ولكن هذه العناصر موجوده عنده. لا 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 لا, لا العناصر كانوا لو عندهم مثلا مدرب كويس حتشوفهم حيطور المجموعه كلها. طبعا ما في شك اسامي جوا الملعب، لكن مو قادرين، كل واحد يلعب على حسب خبرته، على حسب طيب المباراه الماضيه فايز النصر 4. طيب مع مين؟ على مين؟ الفيحاء.